السلام عليكم، طابت أوقاتكم بكل خير. اليوم غادي نحضر معكم وصفة للمواقف المستعجلة: بياض ونضارة، وأيضا محاربة الكلف والتجاعيد. أول حاجة عندنا الصمغ العربي. هذا هو الشكل تاعو، تيخلي البشرة مشدودة وتيقوي أنسجة الوجه وتيحارب التجاعيد وتيخلي البشرة رطبة وفيها نضارة طبيعية، لأن تساعد على إنتاج الكولاجين. تعالج الكلف والتصبغات وأيضا البقع الداكنة في البشرة. تيرطب وتيحمي وتينقي من الرؤوس السوداء وتيحمي من البكتيريا والفطريات اللي تتعمل لنا حب الشباب. وهنا عندي ملعقة حلبة تكون مطحونة. الحلبة تتحارب حب الشباب والتجاعيد والخطوط الرقيقة وجميع علامات تقدم السن. تترطب وتتخلي الجلد ناعم وبياض ونضارة، لأنها غنية بالبوتاسيوم والكاروتين وفيتامين سي. هنا عندي ملعقة عرق سوس مطحون لتحيي التصبغات وتفتح وتبيض بياض من الأعماق وتخلي البشرة كلها حيوية ونضارة، لأنها تحفز على إنتاج الكولاجين، مضاد طبيعي ضد البقع الداكنة خصوصا تصبغات الشمس. تنخلطوه بالماء لمدة 5 دقائق حتى تنسجم لنا كل العناصر، ومن بعد تنطبقوه على الوجه تاعنا لمدة 20 دقيقة. هاد العملية لازم تكون في المساء أو بالليل لمدة 10 أيام، ومن بعد 10 أيام تنبقاو نعملوه مرة كل أسبوع. هاد الخلطة البنات رائعة، غادي تشوفوا النتيجة من اول استعمال، غادي يبان لكم الفرق. واي وحده استعملت هاد الوصفه يا ليت تخلي لي التعليق بالنتيجه، هذا تيشجعني وتيفرحني بان وصفاتي نجحت لكم وعجباتكم، باش نزيد نحضر لكم اكثر واكثر من الوصفات الناجحه باذن الله. هاد الوصفة التطبيض وأيضا علاج للكلف والتصبغات الجلدية، وتترطب البشرة وتتحميها من الجفاف، تتنقي البشرة من الرؤوس السوداء، تتعمل على تعديل إفراز الدهون بالبشرة، تقضي على البكتيريا والفطريات العالقة بالبشرة، يعني تتعالج حب الشباب، تتحمي من التجاعيد والخطوط الرقيقة. ودابا وصلنا لنهاية الفيديو، تنحب نقولكم شكرا على المتابعة وحسن المشاهدة، ودمتم بخير وسلامة.